اسمي ميساء شيخ الأرض. أنا من سوريا، من مدينة دمشق. سوريا مهد الحضارات وبوابة إلى التاريخ. دمشق من أقدم العواصم في العالم. لكن حرب ال10 سنوات الأخيرة في سوريا أنهكت الحجر والبشر. عشت معظم أيام حياتي بالإمارات العربية المتحدة. وصلنا كمهاجرين من أصحاب الكفاءات لنيوزيلندا ب 1997. عند وصولنا إلى نيوزيلندا بدأنا نتعرف أكثر على أصحاب هذه الأرض، الماوري. كان عندي فضول لأعرف أكثر وأن أفهم أكثر عن حضارة هذا الشعب وثقافته. انتقالنا من أوكلاند إلى هاملتون فتح لنا آفاقاً أكبر لنتعلم ونتواصل أكثر مع الماوري. وقررنا كعائلة أنه ندرس جميعاً اللغة الماورية. من هنا بدأنا رحلة التعلم والمعرفة. وهيك بدينا رحلة المعرفة والتعلم لمعاهدة وايتانغي. أنا سعيدة جداً ولي شرف ترجمة ملخص معاهدة وايتانغي إلى اللغة العربية لمشاركتها مع أفراد مجتمعي. اليوم أنا مؤهلة كمدربة لإعطاء هذه الورشة عن معاهدة وايتانغي، والتي أنوي تقديمها للناطقين باللغة العربية. ملخص معاهدة وايتانغي. وقعت المعاهدة بداية في 6 فبراير 1840. كتبت باللغة الماورية واسمها تيتيريتي أو وايتانغي. هذا ملخص هذه المعاهدة مترجم للغة العربية. المقدمة. ترغب الملكة بأن يحتفظ الماوري بأراضيهم واستقلالهم، كما ترغب بأن يعيش كل الناس في أمان وسلام معا. هذا الاتفاق هو لعمل حكومة لشعبها المتواجد في نيوزيلندا وللذين سيأتون منهم في المستقبل. أولاً، يسمح الماوري لملكة إنجلترا بتعيين حاكم لشعبها في نيوزيلندا. ثانياً، تقر الملكة بأن للماوري الحق بالاحتفاظ باستقلالهم وحق التحكم في أراضيهم وكل ما هو مهم لهم، وبالمقابل يمنح الملكة الحق لشراء الأراضي إذا رغبوا ببيعها. ثالثاً، تمنح الملكة الماوري نفس حقوق البريطانيين. رابعاً، وعداً شفهياً، يعد الحاكم بحماية عادات الماوري ومختلف الأديان في نيوزيلندا.